المرة الأولى لإرهابيين. عملية سيدي عيش بقفصة والتي قضى فيها أحد أكبر المطلوبين إقليميا وأحد قادة تنظيم قاعدة ببلاد المغرب العربي خالد الشايب رفقة 8 بين جزائريين وتونسيين، كانت إحدى النجاحات الأمنية الباهرة في حرب تونس ضد الإرهاب. معلومات استخباراتية عن تنقل قادة من تنظيم عقبة بن نافع وعددهم 9 أشخاص للقاء أحد عناصر التنظيم بقفصة، فكانت تفاصيل العملية حسب الداخلية ورواية بعض سكان الجهة كالآتي: المجموعة التي تضم قياديين بتنظيم عقبة بن نافع وبينهم لقمان أبو صخر زعيم التنظيم قدمت من جبل السلوم بالقصرين في اتجاه قفصة مرورا بمنطقة ماجل بالعباس، وفي الطريق الرابطة بين ماجل بالعباس ومعتمدية سيدي عيش، وفي طريق يسلكها عادة المهربون، كانت القوات الخاصة للحرس الوطني قد نصبت كمينها. شهود عيان من منطقة سيدي عيش قالوا إن مجهولين يرجح أنهم من الوحدات الأمنية دخلوا المنطقة السكنية بسيدي عيش بعد ظهر السبت يوم العملية في أزياء مدنية وبطريقة غير ملفتة للأنظار، وكانت مهمتهم على ما يبدو استطلاعية. وحدات أمنية طوقت مداخل ومخارج المؤدية إلى منطقة الكمين لضمان تحقيق أهداف هذه العملية. وفي الليلة الفاصلة بين السبت والأحد كانت المجموعة الإرهابية على متن سيارة تقترب من الكمين، تسبقها سيارة لاستطلاع الطريق وتحذير الإرهابيين من الدوريات الأمنية، تبتعد عن السيارة التي تقل القياديين بحوالي 20 كيلومترا. القوات الخاصة تركت سيارة الاستطلاع تمر من نقطة التنفيذ حتى لا تشعر سيارة الهدف بأي خطر، وعند وصولها إلى المكان المخطط له فتحت قوات الحرس الوطني النار على المجموعة التي يبدو حسب مسرح العملية أنها قد ترجلت محاولة الهرب، لكن إطلاق النار الكثيف وأحكام الكمين لم يترك أي مجال لذلك ليفجر أحد الإرهابيين نفسه وتتمكن القوات الخاصة من القضاء على باقي المجموعة. كما هي الحال في باقي العمليات تبقى بعض النقاط غامضة. مصير سيارة الاستكشاف وإيقاف أحد الإرهابيين بعد إصابته تبقى تفاصيلا مبهمة تفرضها سرية العمل الأمني، لكن تبقى هذه العملية هي الأكثر نجاعة منذ أن دخلت تونس حربها ضد الإرهاب. كانت نتيجة عمل استخباراتي نوعي وتنفيذ عالي الدقة تمكنت خلالها وحدات الأمن من ضرب رأس الإرهاب في تونس في معركة تتطلب طول نفس حتى تقتلع هذه الظاهرة من جذورها.